بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا كده مع بعض الفيديو بتاعنا النهاردة، بس ما تنسوش زي ما بطلب منكم كل فيديو تدعوا لزوجي بالرحمة والمغفرة، ويجمعنا يا رب كده بإذن الله ربنا في الجنة يا رب، اللهم آمين. تعالوا كده نتكلم مع بعض عن نوع من أنواع الزبدة. ده موفر جدا، لو حابة تستعملي نوع يكون موفر معاكي ويكون بطعم وريحة الزبدة البلدي الفلاحي بتاعتنا اللي احنا عارفينها. تعالوا هقول لكم على نوع انا لقيته، كنت خايفة ان انا اجربه واتصدمت الصراحة بعد ما جربته. تعالوا كده انا اقول لكم على الانواع، بس ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اول حاجة تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وتاني حاجة كمان، اللي ما اشتركش لسه في القناة يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل فيديو جديد انا بعمله. تعالوا كده نتكلم مع بعض عن الزبدة بتاعتنا النهاردة. كنت دايما محتارة او مثلا اجيب نوع من انواع السمنة، الصراحة ما اكدبش عليكم، اللي هو النباتي دوت اللي موجود في السوق، اي نوع بقى وكنت استخدمه. وبعدين فكرت كده في شوية شوية يعني، وبعد كده قلت ايه، طب ما انا اجرب نوع يكون كويس احسن من الحاجات اللي هي المهدرجة دي اللي بتضر الصحة. فقلت اجيب انواع مثلا كذا نوع وجربتهم، وبعد كده رسيت على النوع دوت، جبت النوع ده وجربته. ناس كتيرة لقيتها على النت عاملة عليه ضجة وكده، وناس جربته وناس شكرت فيه وناس ذمت فيه، فقلت اجرب في كمية بسيطة واشوف اضعف الايمان استعمله مثلا في الحلويات. يعني مثلا ممكن ما اطبخش بيه، لكن مثلا هعمل شوية منين شوية قرص ولا حاجة، ادخل فيه النوع ده، بحيث ما اضطرش ان انا اجيب سمن نباتي مهدرج. وفي نفس الوقت السمن طبعا البلدي اللي هو الفلاحي الاصلي سعره غالي جدا الفترة دي. فاحنا زي ما احنا عارفين، انا يعني اساسي عندي في القناة وهدفي الاساسي من عندي في القناة ان انا اساعد اي ست مصرية او اي واحدة بتشوفني في الفيديوهات بتاعتي، اديها اول حاجة معلومة تفيدها، تاني حاجة كمان اوفر عليها على قد ما تقدر، على قد اقصد معلش اقدر، يعني على قد ما اقدر، ويعني اديها افكار توفر بيها وتدبر بيها حالها، لان احنا عارفين الاسعار عاملة ازاي والدنيا غالية جدا، فكل حاجة عمالة ترفع بشكل غير يعني محتمل الصراحة. فربنا يعيننا جميعا على يعني على تحمل الفترة دي، وكمان ان احنا نقدر نعافر في الدنيا، وان احنا نعمل كمان اللي احنا عاوزينه، وما نحاولش ان احنا نضحي بصحتنا ولا بصحة اولادنا، لان اولادنا يعني مطلوب مننا ان احنا نعمل اكلات صحية بحيث ان هم يعني يعتبر بيبنوا جسمهم، فما ينفعش ان احنا نديهم حاجات مهدرجة وحاجات مصنعة فيها مواد حافظة من اول حياتهم كده، فطبعا ايه هيضرهم. فقلت بقى اجيب النوع ده. النوع ده اسمه زبدة مزارع. زبدة مزارع هي زبدة زي الفلاحي بالظبط، وهقول لكم الفرق ما بينها وبين الزبدة العادية. الزبدة المزارع دي بتبقى حاجة من اللي هو المواشي، اللي هي النوع اللي هو اللي بيقول عليه اللي هو الفريزيان. الفريزيان ده بيبقى اللي هو متربي في المزارع، بيبقى اللبن او السمنة اللي بتتعمل من اللبن بتاعهم، بتبقى او الزبدة بتاعتهم بتبقى عبارة عن يعني زبدة 90% منها زبدة، وال10% منها بيبقى عبارة عن لبن. زي ما انتم شايفين بتبقى نسبة اللبن فيها زيادة شوية عن الزبدة العادية بتاعتنا الفلاحي الأصلي بتاعتنا اللي احنا متربيين عليها. طبعا انا زي ما انتم شايفين انا بجيب الكور بتاعه الزبده، انا جبت 2 كيلو حطيتهم في الحله دي، بتبقى عباره عن كوره كده، الكوره كل كوره منهم كيلو. حطيت الكورتين في الحله على نار هاديه، وبعدين فكيت يا دوب الكورتين دول، مش بخلي الكورتين يسيحوا خالص ويصفوا خالص، لا انا يا دوب بفكهم على النار. طبعا انتوا شايفين القوام بتاعهم في الاول عامل زي الكريمي كده ومعامل رغاوي وكده، عشان نسبة اللبن فيه كتيرة عن الزبدة الفلاحي العادية. طبعا انا يا دوب فكتهم، وبعد كده غطيت الحلة بعد ما هديت كده وبردت، حطيتها في التلاجة تبات لتاني يوم، ما تسيحش في نفس اليوم لحد ما الزبدة تجمد. وبعد كده تروحي مطلعاها، هتروحي عاملة كده بالمعلقة خرم كده في نص الحلة وخرم كده من الحرف،
زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، عشان خاطر نصفي منه اللبن اللي موجود. هتصفي هتلاقي كمية اللبن كلها اللي في الزبدة نزلت في الطبق. ممكن اللبن اللي نزل ده تستعمليه في اي نوع من المعجنات، تعملي بيهم شويه قرص، تشيليهم في الفريزر لحد ما تحبي تعجني شويه قرص او شويه من المنين. المعجنات دي بتحب اللبن اللي هو بيبقى واخد طعم من طعم الزبده، فطبعا بيبقى طعمه حلو. زي ما انتوا شفتوا طبعا بعد ما بيتها لي، لو صفيت منها اللبن حطيتها على نار هاديه، نار هاديه تبقى ايدك فيها، ما تسيبهاش وتنسيها على النار، لان هي طبعا احنا نزلنا نسبة اللبن اللي فيها، فعشان كده مش هتاخد غلوتين 3 على النار وهتلاقيها تبدأ تصفى. زي ما انتوا شايفين كده مفيش حاجة اتحرقت ولا لزقت في القعر ولا اي حاجة. نسبة اللبن اللي فيها انتوا عارفين، انا قلت لكم في الاول طبعا عالية شوية عن الزبدة الفلاحي الاصل بتاعتنا. وطبعا في زبدة برضو فلاحي بيبقى فيها نسبة لبن عالية، مش شرط ان هي تكون صافي 100%، يعني على حسب جودة الزبدة اللي انت بتشتريها والمكان اللي بتشتري منه، طالما مصدر موثوق منه. طبعا لازم تشتري الزبدة المزارع دي عشان ما تضمني ان هي ما تكونش مغشوشة من اي مكان يكون مضمون. السعر بتاعها طبعا اقل بكتير من الزبدة الفلاحي الاصل بتاعتنا. يعني الزبدة دي انا جايبة الكيلو على 80 جنيه البقري و85 جنيه الجاموسي اللي هو الكيلو، لكن الكيلو من الزبدة التانية الفلاحي عامل تقريبا في حدود 180 170 على حسب المنطقة اللي انت ساكنة فيها طبعا. وممكن اعلى كمان. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت اللبن اللي نزل من الزبدة في الطبق الصغير دوت. دي المرتة، المفروض ان هي مرتة، طبعا هي طلعت عبارة عن شوية رغاوي كده صغيرين، هم دول اللي نزلوا من الزبدة. وكمان الزبدة زي ما انتوا شايفين دول كانوا 2 كيلو، عملوا تقريبا كيلو 300 جرام، كيلو و300 جرام من الايه، من الزبدة، من السمنة السايحة. يعني كمية مش بطالة، كمية حلوة بالنسبة لي. كيلو الكيلو او الاتنين كيلو عملوا كيلو 300 جرام، حلوة قوي صافي. بالنسبة لسعرها يعني اوفر بكتير طبعا من السمنة المعلب. صحية، فيها طعم وريحة الزبدة الفلاحي جميل جدا. هي بالظبط زي الزبدة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين انا جبت منها جاموسي وجبت منها بقري، بس ده اللي هو البقري، لا يا ربي، ده الجاموسي ده اللي انا عملته، وهوريكم في اخر الفيديو البقري اللي انا جبته برضو وسيحته وعملته. جميل جدا، مرمل كده، وطعمه وريحته نفس ريحة وطعم الزبدة العادية، وعمل نفس الطعم، يعني اللي هو عمل نفس الكمية اللي هي تقريبا من، يعني الزبدة البقري زي الكمية اللي طلعت من الزبدة الجاموسي. الاتنين كانوا تقريبا زي بعض. طبعا لو حابة تعملي في الحلويات انصحك يعني تجيبي اللي هو الزبدة البقري، بتبقى اجمل واحلى وطعم، وبتدي ريحة وطعم وكمان لون للمعجنات اللي هي السمنة البقري. زي ما انتوا شايفين كده انا وريتكم التفاصيل وازاي تسيحي الزبدة، اي نوع زبدة بقى امشي على الطريقة دي مش هتندمي. جميلة جدا جدا. وفري ودبري بس بطريقة صحية، ما تحاوليش توفري وتيجي على صحتك وعلى صحة اولادك وعلى صحة بيتك، لا خليكي كده يعني مدبرة بس بحكمة كده، ودوري على مصلحة اولادك واللي في مصلحتك وفي صحتك ومصلحة صحتك، وكمان اعملي زي ما انتوا شايفين انا وريتكم اهو. وهوريكم دلوقتي الزبدة البقري بعد ما سيحتها، جميلة جدا ومرملة والله، وطعمها ما يتفرقش ابدا ابدا عن الفلاحي العادية. ودي فلاحي برضو بس مضمونة مش مهدرجة زي الزبدة او السمنة اللي احنا بنشتريها معلبة جاهزة دي. دي طبعا مضمونة وحلوة جدا. لو مش هتستخدمها في اكل، بس انا شايفاها حلوة، استخدميها في معجنات. لو مش هتطبخي بيها او مش حابة انك تطبخي بيها، ممكن تحطيها في المعجنات. طعمها وريحتها جميلة جدا جدا، اوفر في السعر واحلى في الطعم، وكمان امن في صحيا، على يعني مش هتضركم زي السمن المهدرج التاني اللي احنا بنشتريه في العلب. وحاولي على قد ما تقدري زي ما بقولك ما تجيش على صحتك وتقولي عشان اوفر، لا،
انا بقول لك طريقه اهو جميله، والله انا بقول بكل امانه، ما بحبش اكذب على يعني متابعيني في القناه. اللي يرضي ربنا بقوله، الحاجه الحلوه بقول عليها حلوه، الحاجه الوحشه بقول عليها مش كويسه، عشان خاطر اكون امينه معاكم وصادقه. وده هدفي من القناه طبعا، ان انا اقدم لكم معلومه وافيدكم باي افاده، عشان خاطر تدعوا لي دعوه حلوه من قلوبكم. واتمنى اكون افدتكم في الفيديو.